مرحبا بكم في هذا الفيديو الحصري الذي سنناقش فيه آخر المستجدات حول نجوم الكرة المغربية في أوروبا. هل يواجه عبد الصمد الزلزولي أزمة حقيقية في ريال بيتيس؟ وما السر وراء تمسك باريس سان جيرمان بالنجم أشرف حكيمي؟ هل سنرى إبراهيم دياز بقميص ليفربول قريبا؟ وماذا عن الصراع المحتدم بين أندية الدوري الإنجليزي لضم حمزة إيكامان؟ كل هذه التفاصيل وأكثر تابعوا معنا حتى النهاية. البداية مع الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي الذي يمر بفترة صعبة مع نادي ريال بيتيس الإسباني. التقارير الإسبانية تؤكد أن اللاعب يعاني من تراجع في دقائق اللعب بسبب عدم اعتماد المدرب مانويل بيليغريني عليه بشكل أساسي، ومع تعاقد الفريق مع الجناح البرازيلي إنطوني من مانشستر يونايتد زادت المنافسة، مما جعل الزلزولي يواجه تحديا حقيقيا لاستعادة مكانته. الأمر لا يتوقف عند ناديه فقط، بل قد يؤثر هذا التراجع على فرصه مع المنتخب المغربي تحت قيادة وليد الركراكي، كما أن ريال بيتيس قد يفكر في بيعه الصيف المقبل لتمويل صفقة طوني، وربما تكون الوجهة القادمة الدوري الخليجي الذي كان قد رفضه الصيف الماضي من إسبانيا إلى فرنسا، حيث أثنى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على الدور الكبير الذي يلعبه النجم المغربي أشرف حكيمي داخل الفريق. وقال الخليفي في تصريحات رسمية إن حكيمي يعتبر من الركائز الأساسية لمشروع النادي، وهو ما دفعهم لتجديد عقده حتى صيف 2029. وبحسب التقارير سيحصل حكيمي على راتب سنوي يصل إلى 14 مليون يورو، مما يجعله واحدا من أعلى اللاعبين أجرا في الفريق. مع استمرار تألقه يثبت حكيمي أنه أحد أفضل الأظهرة في العالم، وقيمته التسويقية حاليا تصل إلى 60 مليون يورو. أما في إنجلترا فإن ليفربول يواصل سعيه لضم الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد. المدرب الجديد للريدز أرين سلوت يرى أن دياز سيكون إضافة قوية لمنظومته الهجومية، وهناك محادثات غير رسمية بالفعل بين الطرفين. التقارير تشير إلى أن ليفربول مستعد لدفع مبلغ كبير لإقناع ريال مدريد ببيعه، خاصة أن عقد دياز ممتد حتى 2027 وتبلغ قيمته السوقية حاليا 35 مليون يورو. فهل سيشهد الميركاتو الصيفي القادم انتقال نجم مانشستر سيتي السابق إلى الأنفيلد؟ ونختم أخبارنا مع حمزة إيكامان لاعب رينجرز الإسكتلندي الذي أصبح هدفا للعديد من الأندية الإنجليزية. توتنهام وإيفرتون كان أول المهتمين، لكن في الأيام الأخيرة دخل أرسنال بقوة في السباق لضمه. إيكامان يقدم مستويات مميزة مع فريقه الحالي، مما جعله محط أنظار كبار البريمير ليج. فهل ستكون وجهته القادمة أحد هذه الفرق؟ الأيام القادمة ستكشف لنا مصير هذا النجم المغربي الصاعد. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو المثير. الأوضاع متقلبة بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي، بينما يعيش حكيمي فترة استقرار وتألق في باريس سان جيرمان. إبراهيم دياز قد يكون على وشك مغامرة جديدة في ليفربول، وحمزة إيكامان تحت أنظار عمالقة إنجلترا. ما رأيكم في هذه الأخبار؟ وأي صفقة تتمنون أن تتم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.